السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. جايب لك النهارده عربيه من العربيات اللي هي بتاع اوبر وكريم والناس اللي عايزه عربيات حديثه وعربيات في نفس الوقت تكون رخيصه. فجبت لك النهارده بقى عربيه لانوس موديل 2016 عشان الناس اللي بتشتغل اوبر وكريم والكلام ده ما بتحبش العربيات اللي هي تحت 2010 تقريبا. مش متذكر بالظبط اوبر وكريم بياخد من كام، بس هم عامه بيحبوا موديلات حديثه عشان خاطر تشتغل معاه كذا سنه. المهم العربيه اللي معانا دي هي موديل 2016 لانوس شيفروليه. العربيه دي فيها رخصه سنه كامله مرور جيزه. العربيه دي كمان كامله مانيوال، بيكون فيها 4 ازاز كهرباء، مرايه بتكون كهرباء برضو. الجنوط بتاعتها بتكون جنوط عاديه جدا اللي هي الحديد، لكن الميزه في العربيه دي ان هي راكب فيها 4 كاوتشات زيرو. الفردتين اللي قدام انتاج 23 والفردتين اللي ورا انتاج 22. فالعربيه ما شاء الله فيها مميزات جميله جدا. العربيه كمان معمول فيها كل الصيانات، سيور، زيوت، الكلام ده كله. بالمناسبه كمان هي لسه متغير لها زيت اول ما جت على طول، فالعربيه ما مشيتش عليه تقريبا 200 كيلو، فلسه متغير لها كل حاجه، مش هتحتاج ان انت تصرف عليها جنيه واحد. كمان العربيه متعدل فيها صالون جلد كامل لان العربيه دي ما بتنزلش فرش جلد، وكمان اللون الاحمر الجميل. العربيه دي عددها 170,000 كيلو، فدي حاجه برضو ممتازه جدا. اللون بتاعها ما شاء الله زي ما احنا شايفين. العربيه مش رشه ولا جزء فيها غير الرفرف الشمال ده بس، الرفرف الامامي، لكن باقي العربيه كلها فابريكا بالكامل، ما فيهاش ولا جرام بوهيه. طبعا هي فيها بعض الخدوش وده طبيعي لان اللانوس طبعا من العربيات الاستهلاكيه واحنا عارفين كده، واحنا هنشوف دلوقتي مع بعض على ارض الواقع واحنا بنلف على جميع اجزاء العربيه ان شاء الله. العربيه دي كمان السقف والكبوت بتوعها بيكونوا ملزوقين، ملزوق اللون الاسود برضه عشان يحافظ عليها من الشمس والكلام ده، لان العربيات دي معروفه ان هي التكليح بيكون فيها سريع جدا. هنشوف طبعا كل ده واحنا بنتفرج على العربيه دلوقتي. العربيه دي حابب برضو ان انا اقول لك على سعرها في بدايه الفيديو. العربيه دي مطلوب فيها 320,000 جنيه، وان شاء الله يكون فيها تفاوض بسيط عند المعين. العربيه دي هي مش تبع المعرض هنا، ولكن احنا بنصورها في المعرض. العربيه دي جات لنا الشركه بتاعتنا، شركه تسويق. العربيه من الواجهه الاماميه زي ما احنا شايفين هنا الفوانيس بتاعتها عاديه جدا، والشبكه اللي هي بتاعه اللانوس ولكن دي تعديل، فدي من الحاجات الممتازه جدا. مكتوب عليها كمان اكس كار، وهنا في الفوانيس الشبوره او الفوج لايت التعديل، مش المدوره اللي بتنزل، هنا الفوانيس التعديل ما شاء الله. وعندنا زي ما احنا شايفين بالنسبه للواجهه الاماميه. ما تنساش دعمك لينا بلايك جميل من ايديك الحلوه، ولو انت مش مشترك معانا في القناه فشرف كبير جدا ليا انضمام حضرتك معانا في القناه. طيب طبعا هنا باب الكبوت زي ما احنا شايفين كده بيكون بالكامل، ما فيهوش ولا تكات ولا تريح ولا اي حاجه خالص، يعني معنى كده ان ده ما اتحلش من مكانه زي ما احنا متفقين قبل كده. والمسامير بتاعته هنا كمان مفيش فيها اثار لان اتعمل فيها مفتاح او الكلام ده، فدي برضو من الحاجه الممتازه. يعني الكبوت ده بتاع بلادها وما فيهوش اي خبطات ولا اي تكات. بتاع الكبوت ده ما فيهوش عازل طبعا، زي ما احنا عارفين اللانوس بتنزل فقيره شويه بالحاجات دي. تعال نشوف الموتور بتاع العربيه وحاله الحوض بتاع المكان. طبعا زي ما احنا شايفين هنا بالنسبه للبطاحات، والبطاحه اللي الناحيه الثانيه مفيش فيها اي اثار لان هي اتعمل فيها زغده او تكه او تريحه او الكلام ده كله ما شاء الله زي ما احنا شايفين بالنسبه للبطاحتين. وبرده عندك هنا الموتور بتاع العربيه دي بيكون 1500 سي سي 16 سباب 4 سلندر، فدي برده من الحاجه الممتازه. العربيه طبعا بتكون على موبينه واحده بالنسبه للبوجيهات بتاعتها. جميل. العربيه بسيطه جدا سيمبل، ما فيهاش تفاصيل كتير. العربيه كمان البطاريه اللي فيها تقريبا بقى لها 7-8 شهور. كل الزيوت والسيور وكل الصيانه بتاعه الموتور معموله الحمد لله. العربيه متغير لها فلاتر والكلام ده كله، رخصه سنه كامله، وكمان فيها سنتين شباك. العربيه ما فيهاش توكيلات خالص، فدي حاجه ممتازه. تعالى اما نشوف بقى جنب العربيه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا العربيه من الجنب وحالتها زي ما احنا شايفين ما شاء الله ما فيهاش بوهيه نهائي غير الرفرف ده بس والاتجاه الشمال بس، لكن الرفرف الثاني زيرو حرفيا، ما اتحلش من مكانه. العربيه ما شاء الله لسه زيرو 2016 بقول لك، ومتعدل فيها حاجات جميله قوي. هنا عندك المرايات منزوع عليها كربون والكلام ده، الاشارات دي شغاله كمان مع النور الصغير، وفيها شويه حاجات كده حركات جميله. العربيه هنا كمان الكاوتش اللي قدام ده انتاج 23 فحالته فوق ال 95%. كمان هنا راكب عليها تصاد زي ما احنا شايفين لانها مش جامب. اللي ورا هنا بيكون انتاج 22. كمان عندنا هنا الاوكر برده ملزوق عليها كربون زي ما احنا شايفين. وحاله الابواب بتاعت العربيه ما شاء الله حاجه ممتازه جدا. العربيه زي ما احنا شايفين كده ما فيهاش ولا جرام واحد بوهيه، فدي اميز حاجه موجوده في العربيه. تعالى ما نشوف دلوقتي ظهر العربيه عشان ما نطولش عليكم.
لكن بالنسبه للجنب هنا اعتقد ان احنا ما سالناش حاجه، ما اتكلمناش عليها، وانا بعت لك برده عن الكادر خالص. حتى هنا العتب ما شاء الله زي ما احنا شايفين مفيش فيه حكات، مفيش فيه خبطات، مفيش الكلام ده كله. فدي من الحاجه الممتازه. هي العتبه اللي الناحيه الثانيه بس اللي فيها كتكه بسيطه كده، فده طبعا عادي. العتب والاكسدام احنا قلنا ان كده كده ما بيزعلش اي عربيه، لان دي الحاجات دي بتكون معرضه ان هي تتخبط او تتحك بسهوله. تعالى اما نشوف ظهر العربيه عشان ما نطولش. طيب بالنسبه بقى لهنا لتفاصيل الظهر بتاع العربيه ما شاء الله زي ما احنا شايفين، الباب ما فيهوش ولا جرام واحد بوهيه بتاع الشنطه، ولكن في بعض التكاليح البسيطه جدا من على المسطح بتاع الشنطه، وده اللي هنشوفه كمان شويه. الاكسدام هنا طبعا في بعض الخرابيش، لان العربيه دي بتكون من العربيات الاستهلاكيه فبتبقى ماشيه كتير، والاكسدام بتاعها بيكون اعلى نقطه بارزه في العربيه، فدي برده حاجه كويسه لانه بيكون اول حاجه معرضه. والاكسدام بتاعها طبعا بيكون كلام خايب كده وسعره رخيص، ولكن ما بيزعلش العربيه طبعا زي ما احنا عارفين، عشان الاكسدامات من الفبر والكلام ده. فتعالى اما نشوف بقى دلوقتي حاله الباب من الداخل وحاله الشنطه برده ما شاء الله. تعالى اما نبص عليها كده. الفوانيس بتاعتها طبعا بتكون فوانيس عاديه، لمبات هالوجين عاديه جدا. تعالى اما نشوف بقى الحاله بتاعت الشنطه، وبعد كده نشوف المسطحات بتاعت العربيه عشان ما نطولش عليكم. يلا. طيب هنا كمان بالنسبه لباب الشنطه ما شاء الله، هنا المسامير بتاعه العربيه زي ما احنا شايفين كده ما فيش فيها اي اثار لتجاريح او الكلام ده، فدي من الحاجات الممتازه. كمان عندك الباب هنا ما فيش فيه تريحات ولا تكات ولا دقه على البارد ولا الكلام ده كله، فدي اهم حاجه. وهنا طبعا ما فيش عازل، لان العربيه اللانوس طبعا الشيفورليه بالذات بتكون بيستخسروا فيها الحاجات دي، فمش عارف ليه منصور يعني ربنا يهديه. المهم خلينا في العربيه دي زي ما قلت لك كده، ما فيهاش ولا تكه ما شاء الله ولا دقه على البارد ولا الكلام ده، فدي من الحاجات الممتازه. تعال افرجك بقى على ارضيه الشنطه بتاع العربيه دي عشان صراحه حالتها ممتازه جدا ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده بالنسبه لحاله الارضيه بتاعت الشنطه حاجه ممتازه جدا، ما فيهاش ولا تكه ولا تريحه ولا دقه على البارد، حاجه فوق الممتازه. كمان فيها سبير هنا من نفس مقاس الكاوتش بتاع العربيه، وطبعا بيكون جنط عادي نفس الجنط اللي موجود مش الجنوط السبور. اهم حاجه عندنا هنا هو الصاج بتاع العربيه. العربيه طبعا مش هقول لك جنوط سبور والكلام ده، لان الحاجات دي خلاص مش في الفئه بتاعه العربيه اللي احنا بنتكلم عليها دي. فزي ما احنا شايفين كده بالنسبه للحاله اللهم صل على النبي، يعني ربنا يبارك لصاحب النصيب. وسعر العربيه دي برده سعرها لقطه مطلوب فيها 320,000 جنيه، وان شاء الله يكون فيها تفاوض بسيط عند المعاينه. تعالى يلا لما نشوف المسطحات بتاعه العربيه. يلا هنشوف مسطحات العربيه دي. طبعا زي ما احنا شايفين الباب بتاع الشنطه عليه تكليحات بسيطه جدا من فوق، وعندنا السقف بتاع العربيه طبعا معزول من الستيكر، حاجه ممتازه جدا من اللون الاسود برده عشان يحافظ على العربيه من الشمس والكلام ده. زي ما احنا شايفين كده هنبص على الصالون الداخلي بتاعها. اول حاجه هنفتح هو الصالون الخلفي ما شاء الله زي ما احنا شايفين، فرش محترم جدا، فرش جلد لون كمان احمر، لون مميز. العربيه فابريكا ما شاء الله زي ما احنا شايفين، وحاله فوق الممتازه. بص عندك كمان هنا الدواخل بتاعه العربيه زي ما احنا شايفين فوق الممتازه. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لصاحب النصيب. تعالى اما نشوف كمان الصالون الامامي مع بعض. طبعا عندنا هنا حاله الباب، وعندك كمان هنا في زرار التحكم في الازاز، والعربيه كمان فيها مرايات ضبط كهرباء، فدي حاجه ممتازه. ده بالنسبه لحاله الصالون بتاع العربيه زي ما احنا شايفين، فرش بالكامل من الجلد. كمان هنا العداد بتاع العربيه هنبص عليه. العربيه هنا ما شاء الله ماشيه 170,000 175,000 كيلو، فدي حاجه برده ممتازه. بالنسبه للطاره بتاعه العربيه كمان عندنا هنا العربيه فيها تكييف ثلاجه، اللهم صل على النبي. هتسمع صوته كمان زي ما احنا شايفين ما شاء الله، الصوت بتاع التكييف جميل جدا. عندك كمان العربيه هنا فيها كاسيت عادي جدا، ولكن الكاسيت الاوريجينال بتاعها، وكمان هنا فيها مكان الكاب هولدر والكلام ده، فدي حاجه برده ممتازه. عندك كمان العربيه هنا فتيس عادي مش اوتوماتيك، لان طبعا الشيفورليه ما بتنزلش اوتوماتيك، هي كانت الدايو بس، وقبل الالفينات هي اللي بتنزل مانيو اوتوماتيك. عندنا طبعا هنا بالنسبه لحاله التابلو وحاله الابواب الناحيه الثانيه ما شاء الله. فدي طبعا بالنسبه لحاله العربيه اللي كانت معانا النهارده، هي لانوس شيفورليه موديل 2016. العربيه دي فيها رخصه سنه كامله مرور جيزه. العربيه كمان عددها 170,000 كيلو. العربيه متعدل فيها فرش جلد من اللون الاحمر ما شاء الله، مصروف عليه فوق ال 7,000 جنيه. العربيه كمان هنا فيها 2 كاوتش امامي انتاج 23، والاثنين الخلفي انتاج 22. العربيه بالكامل فابريكا ما فيهاش جرام واحد بوهيه. الموتور بتاعها كمان معمول فيه كل الصيانات حتى غيار الزيت، ماشي عليه 200 او 300 كيلو تقريبا،
فيعتبر هتاخد العربيه مش هتصرف عليها جنيه واحد. كمان سعر العربيه دي سعر لقطه صراحه. كده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. كان معاكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.